بسم الله ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وسلم على اله واصحابه اجمعين. امين امين امين. بحبكم في الله. اتمنى من الله عز وجل ان تكونوا بافضل حال جميعكم. يا صباح الفل على عيونكم، يا صباح الجمال، يا صباح كل حاجه حلوه في الدنيا، يا صباح كل ما ياتي من عند الله، وما عند الله خير وابقى. الحمد لله، الامر لله وحده. هنتكلم على حاجات كتير وحاجات المفروض ان هي مهمة جدا جدا جدا، وما ينفعش تتهمل خالص خالص خالص. يعني يا رب الواحد يخلص من الشوط عند الطيور، يطلع في الروشة عند الحمام، او ايه الإصابة دي، او ايه الفيروس ده، او ايه يا سحورة الوضع ده، او طيب نعمل ايه، طب ايه الوضع اللي احنا المفروض اصلا نتفاديه. طب عشان هو خلاص كده كده جالنا، طب هنعمل ايه، هنتخلص منهم ولا هنسيبهم يموتوا؟ طب لو ذبحناهم ناكلهم ولا ايه؟ طيب لو في منهم زغاليل صغيرة هنعمل ايه؟ طب ينفع كده؟ طب ايه اللي جاب ايه الدنيا، ايه الوضع؟ كل ده ان شاء الله هنتكلم عنه باستفاضة. بس ما تنسوش الشير واللايك والسبسكرايب وتفعيل الجرس واشتراك في القناة وقناة سحورة ستي بتشطورة. بالله عليكم ادعموها زي ما دعمتوا وكبرتوا القناة دي. اولا انا مسكت الارضية زي ما انتوا شايفين كده، ما خليتش فيها حاجة، نظفتها وعقمتها كويس جدا جدا جدا. وهقول لكم ليه والاسباب. ده اصلا المفروض ان هو كده كده احنا يوم الجمعه، وده الروتين الاسبوع بتاعي يوم الجمعه ان انا بنظف. بس التنظيف بقى بعمق المره دي لسبب، لان اصلا زي ما انتم شايفين اهوت، حتى السلك حتى كل حاجه. بالنسبه للناس اللي اتكلمت على البوكس عايزاه كام في كام، او هو بتاع اصلا البوكس اللي عندي كام في كام، هو 1.5 في 3 او 2.5، 1.5 في 2.5. تمام. بالظبط، يعني لان انا كنت قايله 1.5 في 3. المهم هو 1.5 في 2.5. ادي اهوت كل حاجه، حتى السلك بمسكه انضفه كويس جدا جدا جدا، وبخلي الارضيه زي ما انتم شايفين بالظبط كده. بسم الله ما شاء الله. وطبعا التقفيله وكل حاجه كل حاجه وكل حاجه بعقمها لسبب، سواء بقى روشه، سواء ايا كان، سواء فيروس في الجو، سواء اصلا دم عينين، سواء اي حاجه، لازم التعقيم. خاصة ان هم اصلا مقفول عليهم، يا تقفلي عليهم وتنضفي كويس جدا 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 حواليهم وتحتيهم وبالمكان كله، يا اما تسيبيهم يطيروا. انا ما عنديش استطاعة ان انا اسيبهم يطيروا، لان كان بيجي لي طيور تانية وكنت بستحرم ان انا اشوف ده من ده وهكذا. المهم زي ما انتم شايفين الارضيه كويسه جدا جدا جدا. همسك المعالف، امسكهم كويس تحت السخان، الميه السخنه، طبعا بالبرسيل والكلور، وادعكهم دعكه كويسه بالكناس قوي قوي قوي. لازم تعقيم وتنظيف المكان، وهنكمل مع بعض نشوف الدنيا فيها ايه. بس انا حبيت ان انتوا تشوفوا الوضع من الاول، خليكم معايا. اهو يا حبايب قلبي زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله، مفيهمش غلطه. شايفين النظافه، نضاف جدا جدا جدا، اصلا يتشرب منهم ماشي. وحطيت لهم ميه سخنه اهيت من السخان، ونفس النظام هنا للطيور، يعني ده للحمام ونفس النظام ايه هنا للطيور. وادي خلطه العلف الجباره اللي احنا عاملينها، او الكلفه بتاعت الحمام، قصدي الكلفه بتاعت الحمام اللي هي الحاجات بقى عشان الفيديو ما يطولش. الحاجات اللي احنا عاملينها، الخلطه دي ممتازه 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 زي ما انتم شايفين. طبعا انا ما دعكتش ده، بس مسكته كله 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 كده ايه، مسحته قبل ما احط فيه الكلفه. الكلفه لازم تحط جديده، احط الكلفه يوم بيوم جديده، من الحاجات المهمه جدا جدا جدا. حط اكل على القد وجددي الكلفه. هتمسكي تقشيها من تحت كده ماشي تمام، وتنضفيها وتشوفي الاتربه اللي فيها واي حاجه تتخلصي منها، وتحطي كلفه جديده. يا اما ان انت اصلا بتجددي يوم بيوم، او المفروض صبح وليل، بس قدر المستطاع. كده كده احنا بندخل لهم للحمام خاصه مره واحده في اليوم. تمام. ادي الحاجه هي. طيب هتحطي ايه بقى على الحمام؟ وليه انت بتتكلمي على كده؟ هقول لكم انا. بسم الله اهو زي ما انتم شايفين كده. انا عايزه اجيبها لكم بالظبط، ثواني. اهو يا حبايب قلبي، شايفين انا ماسكاها اهيت. بسم الله
الحته دي اهي، ده بيبقى الروشه. الروشه طبعا بتيجي في الدماغ عشان بس الاضاءه مش باينه قوي اهوت. انا مسكتها. هتمسكيها تعمليها ازاي؟ الروشه دي عباره عن تجلط في الدم، وطبعا بتخلي الطيور تلف معاكي، خاصه الحمام دماغها تلف وتفضل كده هسه وهشه، ما تهشهاش يعني، ما تتهشش خالص، وفي نفس الوقت ما تعرفش تاكل. انا اهوت بس عشان هي بيضه، الراس بيضه، وانا طبعا حلقت لها كويس قوي قوي قوي. هتمسكي موس ومشرط كده او موس بس معقم جديد، تمام اهوت كده اتضحت ماشي. انا حلقت لها كويس جدا جدا جدا. ده بيبقى عباره عن اهوت كده بالظبط، بيبقى عباره عن تجلطات دمويه. انت بتمسكيها بمشرط كده او بموس خفيف جدا وايه، وتتعاملي ما تخافيش. طبعا هتسيل الدم بيبقى فاسد، بيبقى متجلط، بيبقى غامق قوي. هتتعاملي فيها. لو لقيتي دمع العين برضه هنعالج دمع العين، لو لقيتي الروشه بس هنعالج الروشه بس، تمام. انا اهوت عالجتها كويس جدا جدا، والحمد لله بقت بسم الله ما شاء الله اهوت بقت حلوه معايا. ما كانتش بتهش كده، ما كانتش بتطير، ما كانتش بتمشي، تمام. كانت ساكته قوي قوي قوي. كل ما في الموضوع، كل اللي انا عملته ان انا جبت الجوانتي ده، تمام، الجوانتي ده لبسته، وجبت الموس ماشي. الموس لازم اساسي او مشرط بس يكون ايه جديد ماشي. ادي اهوت موس، سواء بقى ايه نص موس او مشرط عادي معقم، وكل حاجه بتعقميه انت بالديتول، وبتمسكي تشرطي كويس جدا جدا زي ما شفتوا كده على الدماغ، بتطلعي التجلطات الدمويه. بعد كده بتكتميها بملح وليمون. تمسكي نص ليمونه كده وتكتميها، نص ليمونه وترصيها ملح، وتيجي ايه كتماها معقماها برده بعد الدم ما ينزل. وبعد كده يا اما بن يا اما فحم مطحون. لو ما عندكيش فحم مطحون، بن عادي، بن بتاع القهوه عادي ماشي. هتكتمي الجرح كويس جدا جدا جدا، وبعدها بشويه بعد ما ينشف خالص هتيجي ايه بمنديل برده وتيجي مسحاه. يبقى كده انت عالجتيها. انا بسم الله ما شاء الله اهوت عالجتها، بقت ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله زي الفل. طيب ده بالنسبه للمكان نفسه ماشي. خدوا بالكم، هي المرض ده معدي، تمام. لو ما لحقتوش من الاول لا قدر الله بيعدي بقيه الحاجه. طيب لو انا ما قدرتش ان انا اعالجها وهي اصلا كده كده خاسه وهتموت مني ولا قدر الله وكل حاجه، اذبحها ولا لا؟ لا اذبحيها بس ما تستعمليش الراس بتاعتها. الدماغ ما تستعملهاش، لا تتخلصي منها بس اذبحيها عادي، بيبقى جسمها حل زي الفل، ما فيهوش اي مشاكل، ما فيهوش اي ضرر عادي على الصحه، تمام. بس انت لو تقدري تعالجيها زي ما بقول لك كده ماشي، تمام. ادي بالنسبه لايه للتنظيف والتعقيم. بالنسبه للمكان، الجوانتي اهوت ده جوانتي خاص بالطيور، وطبعا كل حاجه تبقى خاصه بيهم، ما تدخلش للمكان الاكل والمطبخ والكلام ده، تمام. بالنسبه بقى للاكل هتعامل معاه ازاي؟ الميه اهيت قدامكم. ادي حته خميره ماشي، بسم الله. حته خميره نحطها على الخلطه او الكلفه، بسم الله. عندك بقى خميره فوريه حطي، عندك خميره من العاديه بتاعه الخبيث دي حطي، مفيش مشاكل. كده كده هي اصلا ايه بتبقى تعقيم، وطبعا مضاد للبكتيريا والفطريات، وممتازه ممتازه ممتازه عشان لو في حاجه في معدتهم ان هم يتعاملوا. هتمسكيها تكمريها كده او تمرطيها كويس جدا 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 معاهم. طبعا ده بيبقى الصبح على معده فاضيه يا جماعه، لازم 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 على معده فاضيه، تمام. وبتسيبيها كده وتقلبيها وهم ايه بيتعاملوا بسم الله، وياكلوا منها ويبقوا زي الفل ماشي. ادي بالنسبه للاكل. بالنسبه للخلطه دي طبعا ايه هتتجنب على جنب هنا. بالنسبه بقى للميه المسقه بتاعتهم هتتعاملي ازاي؟ ده كلور، حطي ما تقلقيش، حطي معلقه كلور او غطا من الازازه ده على لتر الميه، تمام. حطي وصدقيني صدقيني صدقيني علاج ممتاز، بس ما يكونش مركز، يكون مخفف. بسم الله اهوت ماشي، بسم الله. شويه بسيط كده لان هي اصلا ده مش لتر، فايه على القد ده حوالي نص لتر، فحطيت نص غطا. الخلطه دي ممتازه ممتازه ممتازه. طيب بالنسبه للديتول، ده ديتول ماشي. الديتول بقى بتجيبيه من عند بتاع المنظفات، بتجيبيه مغلف في باكت اكياس ايا كان، المهم ان انت كده كده تستعمليه وتستغليه. الديتول ده بتمسكي ببخاخ، وعملتها معاكم قبل كده، تمسكي ببخاخ وترشي اجنحه الحمام وتحت الجلد وكل حاجه، تمام كده. بترشيه كويس جدا جدا جدا، وترشي المكان. السلكه
والبوكس كله ماشي. الديكول ممتاز 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 كعلاج وتنظيف وتعقيم. يبقى انت كده ما خليتيش ولا غلطه، سواء عندهم السالمونيلا، سواء عندهم والعياذ بالله الرشه، سواء عندهم الكوكسيديا، سواء عندهم دمع العين، سواء عندهم اي حاجه. بس طبعا تبعدي وانت بترشي بالبخاخ من الديتول ده، تبعدي عن العيون، تبعدي عن العين خالص خالص خالص. يعني تمسكي الطيره كده وتغمي عينيها ماشي بايديكي كده، وتيجي ايه رشه تحت الاجنحه وكل حاجه. لا قدر الله بيبقى في حاجه اسمها امل حمام، في اللي هو طبعا كل الحشرات بتبقى الفاش، بتبقى كل حاجه كده، انت اتخلصتي من كل حاجه وتبقى صحه حمامك زي الفل. الامراض دي معديه خاصه في الفيروس اللي احنا شغالين فيه وهو حاليا. الامراض دي خطيره جدا 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 جدا. لا قدر الله في حمام كتير مات من ناس، بدل انت ما يموت منك وتضيع. والحمام مشروع مربح جدا جدا جدا. كل شهر طبعا بيطلع لك وبيداوي وبيعالج وبيبقى ما شاء الله عليه زي الفل. انا كده خلصت واستوفيت. هكمل لكم بقى ان شاء الله السلسله، لان السلسله لازم تكمل. انا بحبكم جدا في الله. استنوا ان شاء الله فيديوهات جديده وجميله زيكم، والسلام عليكم.